السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الجمال، صباح الورد، صباح الهنا. النهاردة نرجع لكم بيوم جديد وفيديو جديد ونشوف النهاردة هنعمل ايه. بس قبل أي حاجة نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حطي بقى لأختك اللايك، لو لسه مش مشتركة معانا في القناة يا ريت بقى تنضم كده لعيلتنا الجميلة. أجمل إخوات وأجمل حبايب ربنا يخليكم ليا. يلا بينا بقى نبدأ كده ونشوف هنعمل ايه. زي ما شفتوا أول حاجة لازم أعملها الفنجان القهوة بتاعتي. يعني بصوا ما اقدرش ابدا يومي غير ان انا فعلا بجد اشرب الفنجان دوت. بحس كده ان هو دوت، يعني بصوا خلاص بقيت مدمنه قهوه يا جماعه. وعايزه بقى اقول لكم احلى قهوه بتتشرب في الكنكه الصغيره دي، يا اما كده في الاسبرتيه، بس انا ما كانش عندي، اللي كانت عندي وديتها لماما. عايزاكم بقى تتابعوا معايا النهارده الفيديو للاخر، علشان النهارده بصوا الفيديو مليان حاجات كتير قوي. هنظبط حاجات كتير هتعجبكم ان شاء الله، من الروتينات بقى القويه، الحاجات اللي انتوا بتحبوا تتشجعوا منها، وانا كمان في نفس الوقت والله ربنا اللي يعلم بحب فعلا ان انا اتشجع معاكم وافتح الكاميرا واعمل حاجات كتير قوي في البيت. فالحمد لله ربنا يا رب يدوم علينا نعمه ويحفظها يا رب كده من الزوال، ويحسن ما بين ايديك يا رب اللهم امين، ويدينا الصحه والعافيه قبل كل شيء. لان فعلا الصحه والعافيه دي هي دي اللي بتخليكي تتحركي وتعملي حاجات كتير، وما تتحوجيش لاي حد ولا اي حاجه خالص. تبقي مسانده بيتك كده وسانده باولادك وجوزك واهلك وحاجات كتير قوي. ويشفي يا رب كده كل مريض وكل حد تعبان، لان في ناس كتير جدا ما بتقدرش فعلا تعمل مجهود ولا تعمل اي حاجه. اكيد كلنا صحتنا مش زي بعضها، ولكن احنا بنبقى بنحاول بس كده ان احنا يعني بننجز كده، بنعمل حاجات في البيت وبتاع، نتشجع مع بعض. المهم بصوا بقى، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا بادئه كده معاكم زي ما شفتوا اليوم من اوله خالص. بحب افتح معاكم الكاميرا من اوله، ما اكونش بقى مثلا عملت اي حاجه وابدا في نص اليوم، لا خالص، واخداكم كده معايا. فيلا بينا بقى كده. بصوا دخلت اول حاجه على اوضه البنات، كنت عايزه بقى اروق عليها كده وانضفها واشيل كل الكركبه وكل الكشاكيل والاقلام والملازم، لان احنا الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي حاليا عندي جنى ورتال بيمتحنوا، فكلنا بقى كل البنات والعيال وبتاع، فده وقت امتحانات بقى، امتحانات الشهر، فلازم هم اساسا يعني طول الوقت امتحانات في المدرسه، تقييم امتحانات شهر، تقييم امتحانات شهر. فبجد والله العظيم ربنا يعينهم يا رب ويوفقهم. وكميه بقى الدروس اللي هو بصوا يعني يومياتي يوميا لدرجه ان انا الدروس كلها المواعيد اتلخبطت معايا. يعني حسيت ان المدرسين يعني ممكن يجتمعوا مع بعض الاثنين هنا والله العظيم. فبجد بصوا بقيت حاسه ان انا مش عارفه، كله كده ورا بعض. فربنا يا رب يعينهم ويقويهم. وانا عايزه اقول لكم الفتره اللي فاتت دي 3 ايام او 3 ايام او اليومين اللي فاتوا والله غصب عني انا ما عرفتش اصور، لان كان بسبب بقى البنات، وعايزه اقعد كده بقى اركز معاهم، لان عندي جنى ورتال بيبصوا يعني تشد عليهم شويه يتعدلوا ويتظبطوا، انما بقى تدلعيهم وتبقي ماشيه على هواهم وكده هيتدلعوا ويبقى مش يعني خلاص بقى. فانا كده اول باول ببقى عايزه برضو اتابعهم ورا الدروس، عشان يعني اشوفهم هم برضو، لان ساعات كتير قوي جنى بتقف معاها حاجات انا اجي مثلا اسال المدرسه، لاني ما اعرفهاش المنهج طبعا بيبقى متغير وحاجات، فبتبعت لي طبعا على الواتس وكده، فبنعرف نتعامل يعني. المهم زي ما انتم شايفين بقى هنا كده، عايزه اقول لكم الترتيب والحاجات. فاكرين لما قلت لكم جنى عملت شويه تغييرات في الاوضه، نقلت حاجات كتير قوي، بس انا حاسه ان انتم مش هتعرفوا تشوفوا. فانا عملت ايه دلوقتي؟ بصوا شايفين الشبكه دي اللي انا هي طبعا بتاعه المكتبه. بصوا لقيت هنا قلم روج ومفتوح وخلصان، يعني اللي هو اصلا ناشف من كتر ما هو مفتوح بقاله كتير. والله انا عايزه اقول لكم ان انا اي حاجه ضايعه اصلا باجي ادور عليها هنا. قلم روج، اي حاجه بقى، طرح، شنط، اي حاجه كلها. بصوا يعني بيقعدوا كده ايه الاتنين مع نفسيهم اهم جم اهم بالسلامه من المدرسه، كانوا لسه راجعين. فقلت بقى كده يلا خلينا اكمل معاكم بقى الفيديو. كنت عايزه اشيل الشبكه دي كنت شاريها من ايكيا من فتره خالص، يعني من فتره بقالها كتير قوي، لما كنت بوضف الشقه وجيت قعدت هنا، ما كانت لسه الشقه جديده، فما اتنقلتش من مكانها ولا اتشالت الا دلوقتي حالا. فانا دلوقتي قلت بقى اغير كده واعمل لهم شويه تعديل بسيط. هي دي الاوضه بصراحه اللي انا بحب ان انا اعدل فيها من الوقت للتاني، علشان برضو بغير كده من نفسيتهم فاهمين. فانا بحب ان انا اعدل برضو فيها، انقل الحاجات اللي فيها، انقل السرير، انقل الدولاب، اركب مثلا رف على الحيطه، اعمل اي حاجه. المهم بصوا بقى شايفين مطرح المسطره دي، المسطره اللي هي بتبقى متعلقه عليها اصلا، فمطرح بقى دي اللي هي الحروف اللي بتاعتها دي، مطرح بقى ما كانت بقى لها كتير قوي يعني محطوطه، فما اتنضفتش اكيد ورا منها وراها، فكلها تراب بقى والحيطان والحاجات دي بتبصمه. قلت هروق دلوقتي انا وانضف بالفوطه اللي معايا بتاعه التراب واشيل كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. بس هنا بقى انا كنت عايزه اعمل ايه، عايزه احطها فوق هنا فوق المكتبه ما بين السريرين وما بين الطبلات.
اللي هي الشبكه دي طبعا بيحطوا عليها الاقلام، بيحطوا عليها كشاكيل، بيحطوا عليها ادواتهم الحاجات دي كلها، فبتبقى طبعا يعني قريبه من ايديهم كده، وفي نفس الوقت تغيير. وانتوا دلوقتي هتشوفوا النظام دلوقتي يعني هيعجبكم اكيد، وتقولوا لي تحت في الكومنتات. جيجيتي بقى كانت غيرت هدومها هنا وقعدوا كده شويه وفطرتهم. ورتال برضو بتبقى عايزه تنام، اللي عايز يروح ينام بيروح، فانا بسيبهم اول ما يخشوا من المدرسه كده يرتاحوا شويه، وبعد كده بقى يناموا عشان لو في درس او حاجه يكونوا نايمين وخلاص خدوا كافيتهم من النوم، ويبقوا قاعدين كده مركزين معايا. تمام. بس كده. هنا جنى بقى شالت لي الباسكت عزكم الله بتاع الكمامه بتاعتهم، قلت لها بقى طلعيه بره انت يا جنى، والارفف والحاجات دي كلها برده هلمعها علشان طبعا فيها تراب وفيها حاجات. فقلت يلا خليني بقى جنى تنزلهم على طول تنظيفه بتنظيفه عشان الاوضه كلها كده تتروق ويتروق عليها. هنا بقى احمد كان بيظبط الشبكه علشان طبعا ما تكونش معوجه او حاجه، قال لي هتحطيها فين؟ قلت له هحطها فوق المكتبه بالظبط. فقال لي ما تعلقهاش عشان خاطر لو البنت قاعده على المكتبه او حاجه يعني لو جت طالت الشبكه عايزه قلم عايزه حاجه كشكول، يبقى الحاجه جنب ايديها على طول عشان بس ما تبقاش برضو نازله او معوجه. هنا بس كان بيظبط المقاسات ومعاه الشنيور بقى، ويلا على طول يخرم في الحيطه. بصوا عايزه اقول لكم يعني الحيطان كلها متخرمه. جيت اشيل التلفزيون من مكانه واحطه في الرف التاني اللي هو فوق المنظمات اللي هي عارفينها، اللي هي المكان اللي ورا، لانه كنت حاطه فيه البوكسات والكشاكيل والحاجات دي، كنت عايزه احط الشاشه فوقيها. رجع احمد قال لي طب وبعدين انت هتشيلي الشاشه ومطرح الاخرام هتعملي فيه ايه بقى؟ هيبقى باين ويبقى شكله مش حلو، هتقعدي بقى تخرمي كتير في الاوضه. فقلت له لا خلاص سيبها زي ما هي، وبعد كده بقى ايه انا نبقى نتعامل مع بعض. اهم حاجه بس انت تركب لي الشبكه دي لان انا مش هعرف اتعامل بقى مع الشنيور وبتاع، فخليته هو على طول ركبها لي. وانا بقى النهارده ما كنتش ورايا اي حاجه بقى، ولا هدخل المطبخ ولا اي حاجه، بس عندي كميه مواعين ما اقولكمش. انا امبارح طبعا بالليل كنت اللهم صل على النبي عملت بقى، بصوا طقيت في دماغي الساعه 10:30 جبت كرومبايه وسلقتها وقليت وخدعت وعملت حاجات كتير قوي بقى، وحطيت الخضره. وبالفعل رحت مسويانا بقى احنا كده شويه، يعني حله كده بسيطه صغيره على قدينا، اتعشينا بيها بالليل. عايزه اقول لكم بقى بالليل بقى لما تاكلي المحشي كده بالليل وقت العشاء بيبقى بصوا احساس تاني خالص، غير ما انت ما بتاكليه في نص اليوم مثلا او في الغداء او كده، عارفين بتبقى بصوا دفى 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 فعلا والله العظيم. فطبعا الحله انا عامله حلتين وسط مش حلتين كبار عشان يعني يقضونا. حله امبارح نتعشى بيها، وقلت الحله التانيه اللي انا لفاها خليها زي ما هي، شلتها في التلاجة وما رضيتش احطها بقى في الفريزر او حاجه علشان الرز ما يتكسرش معايا. فهو كده كده هي الليله، قلت بكره الصبح ان شاء الله هبقى اسويها، مش الصبح على نص اليوم بقى كده يبقى عندي الغدا بتاعي وما اكونش عملت اكل ولا اي حاجه. تمام. علشان بالليل النهارده انا نازله هتشوفوا كده بقى معايا الفيديو، فورايا حاجات كتير قوي لازم اعملها، وما كانش عندي وقت ابدا ان انا ايه اقعد بقى في المطبخ واعمل الاكل، وخاصه الغلبه بتاعه المحشي دي. تمام. هنا بقى خلاص احمد ركب لي الشبكه اهي زي ما انتم شايفين، بس انا ايه بلمع الاول كده الارفف والحاجات الشبكه دي مطرح التراب اللي كان عليها، وبرده كذلك لمعت الحاجات الادوات بتاعتهم دي اللي هي المسطره الطويله والحاجات اللي بتحط عليها الاقلام، وحطيت بقى شويه طبلات كده وشويه ديكور عليها. وقولي لي بقى رايكم، بجد ضروري جدا هستنى رايكم فارغ الصبر على طول تقولي لي ايه رايكم في النظام او في التغيير بتاع الشبكه ده، علشان حاسه ان هو كده ادى تغيير تماما للاوضه. وعايزه اقول لكم البنات فرحوا جدا جدا، لرتيل لما صحيت من النوم عجبها النظام قوي. فانا كنت موعداها اصلا، بصوا انا حاسه ان احمد علاها شويه، انا كنت عايزاها تبقى في السوا بتاعه السرير، بس قال لي رجعي حطي المكتبه وانت هتلاقي الدنيا معاكي تمام. ايه رايكم بقى؟ يلا بينا بقى على طول. انا كده يعتبر خلصت الاوضه، كنت هنا يعني كنستها ومسحتها وبتاع، فقلت يلا خليني بقى اقفلها كده ونطلع بره ونشوف، مش هقضي اليوم كله في الاوضه يعني انا عايزه اخلص. فعايزه اقول لكم انا طلعت بره شويه، كانت الميس جايه على اني خلاص ريتال يعتبر لاخر يوم ليها بكره في الامتحان، فكان عليها امتحان بكره انجليزي، فالميس جت اديتها الحصه، كان المفروض تدي جنى وريتال، قالت لي لا جنى امتحنت الانجليزي خلاص، فدي بقى المراجعه بتاعت ريتال. دي بقى المشيه اللي احنا كنا غاسلينها مع بعض في المطبخ، نشفت وبقت زي الفل بقى لها كام يوم بصراحه. وانا شلت بقى السجاده اللي كانت موجوده في الاول في بدايه الفيديو اللي زي ما شفتوا كده كانت متبهدله. عايزه اقول لكم ان الفواتح في الاوضه ما يعني في اوضه البنات خاصه ما يعني انا مش عارفه، بحس ان هي ما تتفضلش بصراحه، بتتبهدل بسرعه يعني فاهمين. بس كده خلاص، ده كده كان نظام الاوضه.
وده كده كان شكلها مع الطبلوهات بقى، مع شويه الحاجات اللي انا حطيتها لهم دي كده على الارفف فوق. وقفلت الاوضه ودخلت بقى هنا، يلا بينا على البلكونه. عايزه بقى الم شويه الغسيل اللي عندي على الحبل. وبعد ما بخلص الغسيل، عايزه اقول لكم ان انا بنشر، يعني انا بنشر من بالليل عشان خاطر الصبح بقى اقوم المه على طول، ما انشرش تاني، لان الدخان هنا بيبقى قدامي بيبقى رخم قوي. فزي ما قلت لكم يعني بيبداوا كده الناس بتوع الجراج. انا بصوا المنطقه كده حوالين مني كلها اكتريه جراشات جراشات جراشات، فاهمين؟ فبيقعدوا بقى بالليل، الجو بيبقى ساقعه بتاع، او في اخر النهار كده يقوموا بقى ايه مولعين كده شويه نار وحاجات كده بيفضلوا يولعوها، وطبعا بتطلع بقى دخان. الحاجات دي كلها بتبقى يعني طبعا مدمره للصحه والاطفال، وبتتعب الصدر جدا جدا جدا. فبجد والله العظيم بقت حاجه فعلا مقرفه والله. فانا برضو كمان ببقى عايزه يعني اقف كده في البلكونه شويه، نغير الجو بتاع، افتح البلكونه نغير نفس. لا مفيش، دايما طول الوقت قافله البلكونه من بدايه، يعني من بدايه النهار كده ما يروح خلاص. تمام. لحقت بقى نفسي على طول وقلت اطلع بقى اللحاف دوت بتاع غرفه النوم عندي، علشان بس يتشمس شويه كده وياخد كده يعني ايه، فاهمين؟ يعني لسه الحمد لله ما كانش فيه عندي اي حاجه خالص على البلكونه، ولا فيه بقى هوا ولا ريحه ولا اي حاجه. فقلت يلا خليني بقى كده انطرها تتشمس وندخل بقى يلا على طول. كنت هنا بقى خلاص سويت المحشي، واتصلت باحمد كان جه، قلت له يلا تعالى اتغدى بقى معانا، علشان هي الحله يعني هو المحشي زي ايه اقول لكم، زي المكرونه البشاميل، لازم تتاكل في وقته، يعني لازم يتاكل في وقته، حلاوته لازم يتاكل في وقته. طلعت بقى هنا كده عندي المخلل، وكنت عايزه اعمل سلطه بس ما عنديش بقى بصراحه فلفل رومي. قلت يلا خليني كده يعني الموجود عندي احطه على طول. كان عندي طماطم وخيار، قلت يلا مش مشكله، الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. والفراخ طلعتها في الطبق كانت مسلوقه شايلها، قلت بقى احمرها لهم واروق عليهم كده بالفيجيتار تغيير، لان دايما يعني الفراخ يا اما ياكلوها متحمره يا اما ياكلوها مثلا في مشويه، لو هي في طبيخ مثلا في صينيه بطاطس بتاع، لكن بالفيجيتار وكده لا، بقالنا كتير بصراحه ما كلناهاش. فقلت يلا بقى خليني عملتها كده وقالتها. هي كانت اول حاجه مع المحشي، هو بصوا حله كده زي ما انتم شايفين وسط، يعني اللي هو حاجه بسيطه، والتانيه برضو كانت زيها بس ايه يعني اصغر شويه، بس عشان انا ما احبش الاكل يعني يتبقى عندي او يقعد كتير، خاصه المحشي لما بيقعد برضو ما بيتاكلش، يعني البنات عندي واحمد ما بياكلوش، فانا ما بحبش ان انا ارمي حاجه ولا اي حاجه خالص. فطبعا بواقي الاكل والحاجات دي كلنا بناكلها وكل حاجه، لكن المحشي بقى خاصه لا. المطبخ ورا مني مليان مواعين حلل وحاجات، وتبقى بقى مطرح الفطار وبتاع وفنجان القهوه فانا قلت بقى كل الكلام ده كله هخش بقى عليه واروق واظبط الدنيا، لان انا برضو ما بحبش الاقي المطبخ يكون عندي مقلوب، خاصه ان هو يعني بره في الريسبشن مكشوف وبتاع، اي مدرسه داخله اي حاجه ببقى حاسه ان انا ايه، عارفين يعني، بحس ان انا في مهرجان. فقلت لا يلا كده على طول الم بقى كده الدنيا، بس الاول كده نغرف بقى شويه المحشي دول اللي يفتحوا النفس. هي دي بقى اكلات الشتاء واكلات الدفا، سبانخ، خبيزه، القلقاس، البسله باللحمه، كل الحاجات دي. المحشي طبعا اكيد محشي مشكل بقى ايا كان. المهم هي دي بقى اكلتنا كده بتاعت النهارده. الحمد لله ان انا ما عملتش بقى، عارفين لو كنت وقفت عملت المحشي ده النهارده الفيديو ده ما كانش ينزل لكم صدقوني. يعني انا الحمد لله ان انا نزلت يعني امبارح بالليل ورحت بقى بخلصه كل حاجه. بصوا مأكلهم بالظبط حوالي الساعه 12 ونص، يعني يا دوبك هي خلصتها دخلوا يناموا من هنا، لان كان عليهم تاني يوم امتحان الصبح. فالحمد لله. يلا بينا بقى، حطيت الصينيه بتاعتي القمرايه دي وغرفت الاكل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، زي ما قلت لكم بقى حطيت شويه مخلل والقوطه الطماطم والفراخ الفيجيتار وشويه المحشي بقى اكلتنا النهارده. قولي لي بقى انتوا كمان عملتوا غدا ايه؟ صحيت بقى لا جانا كانت صاحيه، هي الريتال اللي كانت نايمه صحتها، واحمد كان قاعد اهو خلاص، وبحط له بقى العيش وهنقعد بقى ناكل، وتعالوا بقى معانا كله. يلا بينا بقى. بص ادخل على يا نهار ابيض على المواعين، انا مش قادره اشيل بقى بواقي الاكل دي، ولو في مثلا حاجه فضلت معايا ممكن يعني لو سليمه او كده بشيلها طبعا على جنب. والمحشي دوت ممكن بقى ساعات البنات يجوعوا بالليل بتاع، ممكن اسخنه عادي في الميكروف مفيش مشكله. وقطعه بس فرخه اللي فضلت اللي هو ورك الفرخه دوت، قلت بقى اللي هياكلوا البنات ابقى اقسمهم عليهم هما الاثنين. كده كده احمد اصلا ما بيتعشاش بالليل، لا انا ولا هو، اكلتنا بتبقى يعني بتبقى خفيفه كده برضو، ما بنحبش ان احنا نتقل بالليل كتير قوي في الاكل او في العشاء خاصه. يعني كفايه الجنونه بتاعت امبارح والله العظيم دبيتها امبارح محشي بالليل الساعه 12 ونص. فدي طبعا حاجه رخمه قوي بقى مع الناس اللي هي بتبقى حابه ان هي
يعني تنزل بقى من وزنها. انا عايزه اقول لكم حريصه جدا 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 على اكلاتي وعلى اي حاجه انا بشربها، لان خلاص ده بقى تعود. انا معدتي فعلا خلاص اتعودت على الاكل البسيط، الحاجه اللي هي ما تكونش فيها دهونات بتاع كتير. هو الدايت بيبقى رخم شويه يعني في البدايه، بتبقي حاسه ان انت متشوقه للاكل اكتر وعايزه تاكلي حاجات كتير، وانت برضو في نفس الوقت بتحاولي ان انت يعني تعملي نظام لنفسك، نظام تبتعدي عن اهم حاجه الاراده. صدقيني والله العظيم اهم حاجه الاراده. غمضي عينيكي بقى، فتحي خلصت المواعين وكل حاجه الحمد لله، وعلى ايدي كل ده. يعني لا حطيت حاجه في غساله الاطباق ولا اي حاجه. هنا كنت بشاور لكم على المسطره، بقول لكم مفيش ولا فنجان واحد بس كده في المسطره، اللي هي الفناجيل، الحاجات اللي انا ببقى حاطاها كلهم كانوا متبهدلين وبيتصفوا. وهنا بقى الغساله شغاله، ولسه في دوره تانية هتتحط الهدوم والملايات، وفي حاجات مطرح ما انا كنت بغير الملايات جوه فسبتها في الاخر بقى كده، وقلت بعد ما الغساله تخلص بقى شغاله على طول. فالحمد لله رب العالمين خلصت كده كل حاجه وكل اللي ورايا، لان احنا دلوقتي المفروض ننزل انا واحمد، نازلين رايحين عند حمايه. فقلت بقى لجنى يلا على طول خلصتي كده لو عندك مراجعه او عندك اي حاجه، علشان رايحين عند جده. وسايبه الشقه كده الحمد لله، والاوضه جوه زي الفل، وبصوا 100 فل و10، والمطبخ كمان معايا. دي اهم حاجه، دي راحه كده نفسيا. المهم راحه فين بقى يا شروق؟ زي ما قلت لكم رايحه عند حمايه. طبعا بصوا دخلت لقيت المطبخ، بصوا يعني هو بقاله كتير جدا جدا البوتاجاز دوت ما بيشتغلش، وعليه تراكم مواعين كتير وبقى ودهون وحاجات وبتاع. خدت له بقى اول حاجه معايا شويه محشي، علشان بصوا يعني يدعي لي وفعلا بجد والله العظيم الاكل عجبه قوي. قلت بقى يلا خليني كده امسك البوتاجاز بقى اغسله وامسحه كده. هو طبعا عايزه اقول لكم الشقه عنده يعني الى حد ما تمام، يا دوبك انا بس عدلت الملايه، ظبطت شويه حاجات جوه، شلت هدومه اللي كانت عايزه تتحط في الغساله، هدوم اللي هو مثلا شايلها في البلكونه رميها على الكنبه عايزه طبعا تتطبق، اروق له كده الدنيا. وعدلت له برده السرير لو في مثلا حاجه عايزه تتغير، ملايه، مفرش، الحاجات الدفايات دي. فقلت بقى يلا خليني رحت طالعه بره على البوتاجاز. بصوا عايزه اقول لكم المطبخ نضيف وكل حاجه وزي الفل، ولكن البوتاجاز دوت اكتر حاجه. يعني عارفين اساسا البوتاجاز ده كان رايح في داهيه من زمان، يعني من زمان هو كان عايز يرميه فوق السطح، فانا نزلته وروقت عليه كده، وراح هو كان شغال وكل حاجه وزي الفل، بس كان عايز بقى غسله كده محترمه بنت ناس. فغسلته وروقت عليه في البدايه خالص ايام التوضيب، وبقى زي الفل والحمد لله، وبيتغسل ويشتغل وبنعمل عليه اكلات. فاكيد طبعا من الوقت للتاني بيبقى عايز تنظيف يوميا باستمرار، لكن هو اصلا مش بيطبخ عليه ومش بيعمل حاجات. واللي بيروح بقى فعارفين اللي هو بقى ايه الدنيا عنده زي ما يعني زي ما هي كده. طبعا الورق اللي انتوا شفتوه اللي انا شلته من على البوتاجاز دوت اللي هو ورق القصدير ده، انا فرشاه من ساعه ما كنت اخر مره موجوده عند حمايه. فالشقه كانت متروقه وكل حاجه ومتظبطه والدنيا بس برضو عايزه ايه تتعدل كده. فروحت بقى مروقه عليه. عايزه اقول لكم حمايه دوت بجد انا بعشقه، بحس اني فعلا زي بابا بالظبط، بحس ان بابا لسه ما ماتش، بحب اروح عنده، بحب اشوفه، بحب لما بيتكلم كده معايا وبيبقى يعني عارفين يقول لي يعني بصي بيتي مفتوح لك يا شروق طول الوقت، يعني طول الوقت بيتي مفتوح لك، انت اي حاجه احمد قال لك حاجه في حاجه تعالي لي على طول، يعني ما تكلميش حد كلميني انا. شايفين لدرجه ايه؟ والله بجد ربنا اللي يعلم. فايه بقى عاوز ايه تاني اكتر من كده؟ والله ربنا يا رب كده يخلينا امهاتنا وحبايبنا واهالينا وحماتي وامي وكلنا، كل عيلتي كلها، وكل يا رب حبايبكم انتوا كمان ربنا يا رب يخليكم ليهم. طبعا كل حاجه انت بتعمليها بتبقى بتوصل لك في ميزان حسناتك وبتقعد لاولادك. وانا حابه اصلا يعني انا حابه عارفين لو انتوا واخدين عليا من زمان ان انا مع بابا احمد او مع حماتي مامته، سواء مع مامتي سواء مع اختي، فعارفين انتوا بتبقوا حابينهم، بتبقوا عايزين تشوفوهم، فاللي هو فاهمين. بس انا حماية من النوع اللي هو محدش بيعرف يعني عارفين يوصل له في حتة وحشة، او يعمل حركة كده، او حد يعمل معاه بتاع مش عارفه ايه، او حد يقول له ايه. لا 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 خالص، من الشخصيات كده اللي العقل الرزينة، يعرف كده يوزن الامور، يعرف لو في مثلا خناقه او في مشكله بينه وبين احمد او اي حاجه حتى لو في الشارع ناس كتير بتكبر بيه، والله العظيم بقى منها ناس كبيره بتحب تتكبر بيه وبتحب تتدخله في حاجات في اموره وبتاع، فهو بيحل الدنيا. وحد بسيط كده وكلامه حلو وكلامه موزون، اللي هو يعرف يعني ايه ما يخليش الامور تزيد كلها على بعضها. فبجد والله العظيم انا بيبقى صعبان عليا قوي 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 قعدته لوحده دي في البيت، دي اكتر حاجه بقى بتضايقني. يعني انا نفسي كده ان هو يبقى مستقر كده حياه، عارفين
لما الراجل كده يجي برضه يدخل البيت معلش يلاقي مثلا اكله معموله له، هدوم متطبقه، حاجه متشاله بتاع، بيبقى عايزين داخل كده نفسه مرتاحه يعني، فاهمين؟ انتوا عارفين اصلا بيقول لي انت ما عملتيش المحشي ده هنا ليه؟ يعني انا عايزه اشم ريحته هنا اصلا في البيت. قلت له ده غلبه، انا اصلا لو كده عملته هنا في البيت ده مش هناكله دلوقتي، يعني مش هناكله دلوقتي، فهيبقى غلب عليا بالنسبه لي. فانا والله ما كنتش عامله حسابي اصلا يعني ان احنا كنا هنعمل اكل وبتاع، لا خالص، هي اساسا كانت فكره كده بالليل وجات لي وبتاع، فالحمد لله الاكل نفعني وعرفت ان انا اعمل حاجات كتير في نفس اليوم اللي انتوا شفتوني فيه دوت. فالحمد لله ربنا يا رب كده يدومها علينا نعمه. شايفين بقى الجمال والروقان؟ دي كميه الدهون اللي نزلت طبعا من البوتاجاز. وعايزه اقول لكم سحبت البوتاجاز اللي قدام برده، علشان طبعا اي بوتاجاز بيبقى ورا منه فيه دهون، فيه كميات حاجات كده متراكمه، فانا طبعا كل الحاجات دي تخلصت منها الحمد لله. خلينا امهاتنا وحبايبنا واهالينا وحماتي وامي وكلنا، كل عيلتي كلها، وكل يا رب حبايبي كنتوا كمان، هم امين يا رب العالمين. شوفوا بقى، وانا نازله طبعا من العماره وجايه على حمايه، كان في اوردر انا طالباه، اوردر بقى تنظيفات وحاجات زي كده، فبالمره بقى خدت الكرتونه معايا في العربيه واحنا نازلين، لان ما كانش ينفع بقى ان احنا نطلع تاني وبتاع، فقلت يلا خدتها على طول وطلعت على حمايه. اتعشينا وخلصنا الدنيا، ورحت بقى ايه، قلت همسك البوتاجاز بقى واظبطه. دي شويه الحاجات اللي انا طلبتها، حاجات بقى منظفات للمفروشات، للاخشاب، حاجات كتير قوي هتلاقوها عندي وانا بستعملها، فقلت برضو كمان هوريها لكم كده علشان خاطر لما تشوفوها معايا. شوفوا خلى البوتاجاز قشطه بجد والله العظيم، كميه الدهون اللي نزلت كانت على الارض دي كلها من تاتش اللي هو اللي بقوله. مبسوطه جدا ان انا شاركت معاكم الفيديو النهارده. قولي لي بقى رايكم تحت في الكومنتات، شويه حاجات التعديلات وبتاع. بصوا قضيت اليوم كله معاكم النهارده. فده كده كان فيديو النهارده، وشكل بقى المطبخ كده بتاع حمايه بعد ما خلصت. اشوفكم على خير في فيديو جديد، تصبحوا على الف خير.